اهلا بيكم اصدقائي. بقالي فتره كده بسمع عن نبوءه اشعياء ونهايه اسرائيل وكلام كتير كده وحاجات كبيره. فبيني وبينكم الواحد مش قادر يستوعب الموضوع، فحبيت ان انا اسال حد ليه خبره في الموضوع. فمعايا هنا على مكالمه كده هاتفيه الصديق احمد ضحي. هيبين لنا الموضوع شويه. صديقي، اخبارك يا صديقي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار يا علاء؟ الحمد لله والله يا ابو حميد، انت طمنا عليك. الحمد لله، اتمنى تكون بخير. اهلا جميعا ان شاء بيك الله. ومشاهدينك الكرام. الله اهلا بيك يا حبيب قلبي. كلمني كده عن نبوءه اشعياء. نبوءة اشعياء هي نبوءة بتتنبأ بخراب مصر، خراب مصر. وباختصار شديد بتقول ان الرب هيجي مصر على سحابة انتصارا لليهود، مهم. وهيثير المصريين ضد بعض، الاخ ضد اخوه، المدينة ضد المدينة اللي جنبيها، المملكة ضد المملكة. طبعا الكلام ده حاليا مش موجود. اه. تمام. وبتتكلم برضو عن جفاف النيل وفروعه والمجاري اللي خارجة منه، اللي هي زي دلوقتي الترع يعني. اه اه اه. يعني وان المجاري اللي طالعة منه او الفروع بتاعته هتبقى نتنة. نتنة. تمام. يعني المية بتاعتها هتبقى منتنة يعني. تمام. وهيجف النيل تماما، والصيادين مش هيلاقوا سمك يصطادوه في البحر، والبحر هييبس. مم. ما تفهمش يعني هل يعني الكلام ده جابوه منين، الله أعلم. تمام ده. وفي عايزة أشير لحاجة، هي النبوءة ذكرت في الإصحاح 19 في مم. سفر أشعياء. سفر اشعياء اصحاح وسفر 19 أشعياء ده في التوراة مش كده؟ في التوراة والإنجيل، في التوراة والانجيل. مم. ويؤمن بها المسيحيين كما يؤمن بها اليهود. يعني المسيحية بتؤمن بده واليهود بنفس النبوءة. بالظبط. طب هو في اختلاف بين ايمان المسيحية بيها وايمان اليهود؟ اه. في سفر أشعياء يا علاء، عشان بس أوضح للمشاهد الكريم، مهم. بيؤمن بيه المسيحيين واليهود ولكن بشكلين مختلفين. السفر ده بيتكلم عن أحداث نهاية الزمان، زي ما احنا عندنا المهدي هيجي في آخر الزمان، وسيدنا عيسى عليه السلام هينزل عليه السلام. ويقاتل المسيح الدجال والكلام ده كله. تمام. سفر أشعياء بيتكلم عن نفس الموضوع من المنظور المسيحي واليهودي، مع مهم. اختلاف بسيط، إن خراب مصر عند المسيحية تم في عهد سيدنا موسى. يعني سفر أشعياء عند المسيحية بيتكلم عن ماضي ومستقبل. اها. يعني وصل. الحاجات اللي بيتكلم عنها اليهود، ان مصر هتخرب والمية فيها هتجف والبحر هييبس مم. والصيادين مش هيلاقوا سمك يصطادوه، وكل الهيصة دي كلها، المسيحيين شايفين ان الكلام ده حصل في عهد سيدنا موسى، يعني اه، حصل انتصار ربنا قديما. سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. تمام، لكن اليهود شايفين ان ده لسه الكلام ده هيحصل ماضي. مستقبلا. حتى لو لاحظت دلوقتي مفيش ممالك في مصر، مصر كلها دولة موحدة، طبعا طبعا. الحمد لله. مفيش ممالك. لكن اه. لو لاحظنا أيام الهكسوس كانت مصر مقسمة لثلاث ممالك: امم. مملكة من وسط وشمال الصعيد والدلتا تمام. لحد ما توصل البحر المتوسط، وهي الهكسوس، وسوهاج وجنة ولوكسور وشمال أسوان، دي هي المنطقة المحررة اللي بتحكمها حكومة وطنية. تمام. وجنوب أسوان كان تحت يد الكوش النوبيين. تمام جدا. فممكن اه. يكون الكلام ده حصل في هذا التوقيت. تمام. هو هنا المقصود ان اللي بيقولوا الكلام ده هي المسيحية، لكن اليهود بالنسبة لهم ده ان الكلام ده مستقبلا. لسه ما حصلش. اه، بالنسبة لهم ده مستقبلا، ده كده نبوءة مستقبلية. لو لاحظت ان هم بيحاولوا بقدر الامكان ان اثيوبيا تعطش مصر وتجفف مياه النيل، ده طبعا. ليه؟ عشان تتحقق النبوءة. هما بيسعوا لتحقق النبوءة، مش مستنيين النبوءة تتحقق. لا، هم بيستعجلوها. اه، وصلت وصلت. طيب تمام. هم بيستعجلوها. تمام جدا. فسفر اشعياء بيتكلم عن احداث نهاية الزمان. فمن ضمن احداث نهاية الزمان بالنسبة لليهود نزول المسيح. هم كمان ما بيؤمنوش بسيدنا عيسى، فهم شايفين ان المسيح مهم. لسه منزلش.
اها اها لسه ده هم. برضو عشان اوريك سفر اشعياء كله استنى كامل استنى، على بعضه يعني. يعني اليهود كده شايفين ان سيدنا عيسى لسه ما ان نزلش. المسيح بتاعهم لسه ما اه نزلش، وان المسيخ، سيدنا اه عيسى ده اه. اللي نزل اللي بيؤمن بيه المسيحيين والمسلمين ايوه سيدنا عيسى هو خلاص احنا. المسيح المزيف. اها اه. لكن كده هما بالنسبه لهم مستنيين المسيح المخلص بتاعهم اللي هو المسيخ. بالظبط كده، اللي هو المسخ يعني. اه المسيخ الدجال. تمام جدا يا صديقي، ننتقل بالظبط. لنقطه تانية. طيب عندنا في لعنه العقد الثامن او لعنه العقد الثامن. لعنة العقد الثامن. اها. مفيش دولة إسرائيلية عدت ال80 سنة إلا وحصل فيها مشاكل قبل ما تكمل ال80. هو مفيش دوله اسمها كده اصلا، بس تمام اه، لم يكتمل لا، يعني. خلينا ماشيين على اللي ذكر في تاريخهم اللي هم معترفين بيه. تمام جدا ماشي تمام. تمام. ما بيعديش عليها كام سنه؟ في ما يعديش عليها 80 سنة إلا وتكون انتهت أو ابتدت تنتهي. تمام جدا. اتفضل. يعني مثلا في عز قوتهم أيام سيدنا داوود وسيدنا سليمان، مهم. بمجرد ما توفي سيدنا سليمان وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وكان وقتها في العقد الثامن. مم. برضو. في العقد الثامن كانوا في العقد يعني الثامن في برضو. ما بين ال70 وال80 سنة. اها تمام. في الوقت ده سيدنا داوود انتقل إلى سيدنا سليمان عذرا عليه انتقل السلام. إلى رحمة الله تعالى رحمة الله عليه. عليه السلام. عليه لما السلام. مات المفروض هيورثه ابنه رحبعام ابن سيدنا سليمان، هيورث المملكة. رحبعان. رحبعان سليمان. رحبعام أو رحبعام. اه تمام. لكن نازعوا في الملك ربعام ابن عمه. ربعان ابن عمه. ده اللي تنازع فانقسم معاه في المال. الأسباط اليهود اللي هم 13 سبط، امم. اللي هم 13 سبط اللي بيعودوا لسيدنا يعقوب عليه السلام. عليه السلام. انقسموا وتقاتلوا حتى انقسمت المملكة، والجزء الشمالي منها أصبح اسمه مملكة إسرائيل الشمالية ده بعد الانقسام بقت مملكة إسرائيل بعد الشمالية. الانقسام. امم. والجنوبية بقى اسمها يهوذا. اه يعني كده انقسمت لشقين، الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل، صح كده؟ أنا بالظبط. فاهم صح؟ مملكة إسرائيل، والتانية مملكة يهوذا الجنوبية. مملكة يهوذا. تمام. بس مملكة إسرائيل عشان نفرجها عن مملكة إسرائيل السابقة كان اسمها مملكة إسرائيل الشمالية، اها وكأن يهوذا دي هي مملكة إسرائيل الجنوبية. تمام جدا وصلت. مملكة إسرائيل الشمالية جه الأشوريين شطبوا عليها بعد فترة من الزمن، ايوه بعد كثير من المناوشات، ومرة ياخدوا منهم جزية ومرة معرفش إيه وهكذا، وتهديد ومرة تحالف ومرة معارضة، لحد ما قضوا عليها تماما. تمام جدا تمام جدا. طيب وبقيت مملكة يهوذا لحد ما حصل السبي البابلي. السبي البابلي. امم. ده اه، في عصر نبوخذ. في عصر نبوخذ نصر. اه نبوخذ نصر الله. تمام. طيب يا احمد، هي مصر حاربت اسرائيل في ايام مصر القديمه، مصر الفرعونيه؟ حسب ما ذكر في سفر عزرا وفي التاريخ عندنا امم. ان الملك نخاو الثاني كان متحالف مع الاشوريين ضد البابليين، تمام. وعشان يتحرك بجيشه من سيناء للشام في سوريا عشان يحارب امم. كان لازم يعدي على فلسطين اللي فيها مملكة يهوذا. تمام. فذكر في سفر عزرا، وده اللي الإسرائيليين معترفين بيه، ذكر في. وحط تحت اعترافهم 100 خط. تمام، ده اللي الاسرائيليين معترفين بيه، اللي هو في سفر اليهود عزرا. الحاليين معترفين بيه. اه الكلام اللي أنا هقوله ده مذكور في سفر عزرا. اتفضل. اليهود رفضوا عبور الجيش المصري بقيادتهم طبعا الملك يوشيا، رفض عبور الملك نخاو الثاني وجيشه من مصر لأشور لدعم أشور ضد البابليين. امم. ولما ده حصل فاضطر الملك نخاو الثاني لقتل الملك يوشيا في ميدان المعركة. نخاو ده اللي هو كان ملك اليهود؟ لا، كان ملك مصر نخاو كان م... الثاني.
المناخاوي التاني اللي هو اصلا كان رايح بالحمله. كان رايح بالحملة، واسمه في اللغة اللاتينية نيتشو. نيتشو. اتفضل. تمام. تمام. ولما طلع الملك يوشيا لقتال الملك نخاو، مهم. اتهزم وقتل في هذه المعركة، مم. وتولى الحكم مكانه ملك إسرائيلي ضعيف، يعني تقدر تقول إن هو تحت سيطرة المصريين، تمام. مم. ولو لفترة مؤقتة يعني. مفهوم. راح المصريين أشور اللي هي سوريا حاليا، مهم. ودخلوا في الحرب ضد البابليين، ولكنهم كانوا منهكين فاتهزموا الاثنين، وده غير ان البابليين كان في عز قوتهم وقتها يعني. يعني هناك كان كده ملكهم كان البابليين في ملكهم الهزمه. نبوخذ ناصر. اه. فدي كانت حاجة رهيبة وقتها يعني. طبعا. الناس هزموا الأشوريين وسيطروا على أراضيهم، وطاردوا الجيش المصري حتى رفح المصرية مم. في العصر الحديث دلوقتي، لحد الحدود المصرية اللي هي عليها مصر دلوقتي. مفهوم. في طريقهم مين يا احنا على مر باشا؟ التاريخ. في طريقهم مين؟ مين؟ مملكة يهوذا. تمام. سيطر نبوخذ نصر على مملكة يهوذا وأنهى وجودها تماما. مم. يعني كده ما عادش هي فيه. دي إيه؟ كده ما عادش فيه مملكة يهوذا دي اصلا. ما عادتش موجودة. نهيت. وتم السبي البابلي، وانتقل أكثر من 10,000 من نساء وأطفال ورجال اليهود من القدس إلى بابل عشان يخدموا البابليين، فيما عرف بالسبي البابلي. السبي البابلي مشهور جدا يعني. برضو في لعنة العقد الثامن، مم. بعد سقوط البابليين جاء الإخمينيين، وبعد سقوط الإخمينيين جاء الإخمينيين دول من الفرس، من إيران، من عشان برضو تعرف بسبب الإخني. الكراهية بين إيران وإسرائيل. اسمهم الإخنينيين. الإخمينيين سبب الإخمينيين. يعني تقاسم الأدوار بين إيران وإسرائيل في المنطقة. يعني هو يعتبر من هنا بداية الانقسام أو بداية العداوة. العلاقات اليهودية الإيرانية. الإيرانية. اتفضل. وده في ملك من ملوك الفرس كان متزوج من يهودية كان اسمها استير، ومذكور في سفر باسمها في التوراة. سفر باسمها في التوراة. اسم سفر استير. سفر استير باسم الملكة. باسم الملك. انا اعرف كمان ان في سفر باسم ملك حاجة كده، او في ملك مذكور في التوراة كمان، مش كده؟ لا، هو في ملوك مذكورة في التوراة لكن في أسفار باسم ملوك لا. ملوك. في سفر اسمه سفر الملوك. تمام. طب هنا في ملوك، لكن مفيش سفر باسم ملك معين، باستثناء كتاب كامل في التوراة أو جزء كامل في التوراة اسمه مزامير داوود. مزامير داوود. تمام. لا، مزامير داوود ده حاجة تانية، لكن انا هنا داوود بتكلم. ملك، ما دي تعتبر ايوه يعني ماشي. فترته. تمام يا صديقي. انا اقصد هنا ان احنا في ملوك ذكرت في التوراة. تمام. طب هل التوراة بس يعني مش موضوعنا دلوقتي. انا كنت عايز اعرف بس نقطة، هل التوراة موجودة من قبل الملوك ولا من بعد الملوك؟ التوراة مش زي القرآن انتهت بنزول سيدنا محمد حسب إيمان اليهود. يعني التوراة متجدد باستمرار يعتبر. بص يا باشا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا. لكن ما قبل ذلك كان ربنا سبحانه وتعالى لما يرسل رسالة إلى أمة كل فترة من الفترات يرسل لهم نبي يذكرهم بما فات ويبلغهم بأمور جديدة من ربنا سبحانه وتعالى. فده يبقى استكمالا لما كان قبل، صح؟ استكمالا لما سبق. تمام. فبعد سيدنا موسى ما انتقل إلى الرفيق الأعلى جاء أنبياء تاني زي النبي صموئيل. تمام. مثلا زي أشعياء، زي عزرا، وهؤلاء المذكورين في التوراة. فكل واحد من دول بيحكي قصة الزمن اللي هو عاش فيه ويديهم تعليمات الرب. مفهوم. بالإضافة إن هو بيسجل التواريخ اللي حصلت
زي تواريخ الملوك وأخبارهم والكلام ده كله طبعا في التوراة. أو أنا بقرأ في التوراة برضو لقيت إن في كمية تواريخ عظيمة جدا يعني. دي يا باشا تواريخ نكساتهم وانتصاراتهم، مهم. والقضايا دي كلها مسجلة في التوراة. حصل فما تستغربش إن هتلاقي أحداث في التوراة حدثت بعد انتقال سيدنا موسى من الأرض إلى السماء. ما هو أنا كنت مستغرب من ده إزاي حاجات حصلت بعدها. بس ماشي كده الصورة وضحت يعني، مش هنقدر نقول حاجة، بس الصورة وضحت يعني. طيب، تمام. في حاجة تانية عايز تضيفها في النقطة دي؟ طيب. بالنسبة للعنة العقد الثامن كنت عايز أضيف إن برضو بعد السبي البابلي بفترة، مهم. في عهد السلوقيين، ودول أسرة يونانية ورثت الإسكندر الأكبر في الشام. أها. الناس دي عاملت اليهود معاملة زي الزفت، لكن مع وصولهم لمرحلة الضعف حصلت ثورة المكابيين، وثورة المكابيين جابت سلالة الحشمونيين اللي عملوا دولة مرة تانية في فلسطين الدولة ماشي، عشان بس الإسرائيلية. ما عشان بس ما ياخدوش حظر ولا حاجة، ماشي. تمام احنا يا ممكن صديقي. ناخده في الفيس لكن مش هناخده في اليوتيوب. والله ايا كان بقى، الله المستعان يا صديقي، عيش كمل. احنا نعيش حياتنا على اليوتيوب، نسيبنا خالص من الفيسبوك اليومين دول. ربك كريم. الحشمونيين مم. او الحشمونائيم زي ما بينطقوا في اللغة العبرية، مم. عاشت دولتهم بأمان وقوة وعزم وكل الكلام الحلو ده 76 سنة، حلو جدا، 76 سنة. من 1140 ل 1100، من 1000، من أقصد من 140 مم. بعد الميلاد. تقريبا. تقريبا من 140 قبل الميلاد. قبل الميلاد، تمام اه لحد سنة 116 قبل الميلاد تمام جدا ابتدت تضعف. مم. سنة 37 قبل الميلاد وقبل ما تكمل 100 سنة كانت انتهت تماما. انتهت يعني لو تماما. لاحظت ان هو في نص المدة باظت معاهم العملية. يعني بعد مم. 25 سنة ولا حاجة باظت القصة معاهم. وصلت. طيب يا صديقي. يعني تخيل هم ما كملوش اصلا 80 سنة والعملية ابتدت تبوظ معاهم تضعف. طيب، عايز اعرف يا آه. صديقي، بس عندك حاجة تانية عايز تضيفها طبعا قبل ما نسأل في سؤال تاني؟ لا تمام، هي كده لعنة العقد الثامن هي حصلت مرتين، وادي شكلها هتحصل التالتة الايام اللي ان جاية دي. شاء الله يا صديقي، ان شاء الله. طيب يا صديقي، عايز اعرف منك، هل بني اسرائيل المذكورين في القرآن هم بني اسرائيل اللي موجودين دلوقتي؟ والله الكلام ده يعني هم ادعوا هذا الكلام، ما هو طبيعي ان هم يدعوا هذا. لدرجة إن هما بيقولوا إن اليهود الأشكناز من نسل يهوذا، ويهوذا ده هو من أبناء سيدنا يعقوب الكبار، واللي كان ليهم شأن هما ونسلهم، طبعا طبعا. وهما اللي كان معاهم الفلوس طول فترة وجود بني إسرائيل في كنعان أو فلسطين والأردن فلسطين وسوريا ولبنان يعني. امم أيام ما كانوا ساكنين المنطقة دي، وأيام الأنبياء سيدنا سليمان وسيدنا داوود وما قبلهم، امم يهوذا ده هو اللي كان أقوى واحد فيهم. هم تمام. حاليا بيقولوا إن يهود ألمانيا أو يهود أوروبا الغربيين اللي هم الأشكناز دول من نسل يهوذا، يهوذا. لذلك هم الأقوى اجتماعيا، هم اللي بيحكموا إسرائيل، هم اللي معاهم الفلوس، هم وهم مفهوم. وهم. طيب هو هنا. وبيقولوا على اليهود الصفارديم من نسل بنيامين. اه بنيامين ده اللي هو شقيق سيدنا يوسف، شيء. الأخ الشقيق لسيدنا يوسف، تمام، احنا كده وهو عندنا. الأقل شأنا بين إخوته. احنا كده عندنا شقين لليهودية. الشق الاول الاشكناز، اللي هم من نسل سيدنا، او من نسل يهوذا. تمام. تمام. والشق التاني اسمهم ايه؟ السفرديم. لا، الاسم تقيل شوية. سفرديم. سفردين ده من نسل، قلت لي مين؟ بالمناسبة أشكنازيم معناها اليهود الألمان، والسفرديم اليهود الأسبان. عشان اها. الناس بس بتقول إن الأشكنازيم دول اللي هم اليهود الغربيين، والسفرديم اليهود الشرقيين.
لا، امم. هي ملهاش علاقة. يعني احنا لو السفارديم اللي هم اليهود الأسبان دول، لو بصيت هتلاقي أسبانيا متجهة للغرب أكتر من ألمانيا على الخريطة اها. في اه. جغرافيا يعني. وصلت. لكن هي الفكرة قوة الأشكناز راجعة إنهم أبناء يهوذا، وضعف السفارديم راجع إن هم أبناء بنيامين. بنيامين. امم. وصلت يا صديقي. عايز. لكن امم. علاقتهم باليهود السابقين اللي هم اليهود الحاليين يعني، ذكر الدكتور جمال حمدان والدكتور بسام الشماع، امم. ودول مؤرخين عرب، نقلا عن مؤرخين غربيين وشرقيين من أوروبا، امم. يعني من روسيا وألمانيا وفرنسا. الناس دي في كتبها أكدت أن اليهود الحاليين هم ورثة يهود الخزر. امم. اللي هم من. والخزر هو شعب من الشعوب التركية اللي دخل ملكهم في اليهود، في اليهودية قصدي. امم. فهم دخلوا في الدين اليهودي تبعا لملكهم. تبعا لملكهم. طب انا عايز اسال هنا سؤال، اه، معلش لو امكن يعني. هو ازاي، تمام. ازاي مثلا واحد انا مثلا دلوقتي عايز اخش اليهوديه، ازاي اخش اليهوديه؟ والله هي دي حاجة غريبة، يعني ازاي اليهود الخزر دخلوا اليهودية؟ لأن الدين اليهودي دين وراثي حصرا لبني إسرائيل تمام. حسب اعتقادهم هم. تمام، ما هو ده اللي يعني انا انت عايز عشان افهمه. خاطر تدخل الدين اليهودي عندك طريقة من اتنين ملهاش تالت. امم. اما ان ابوك وامك يهوديين من نسل يعقوب، تمام. او ان يهودي يتزوج بيهودية فينجب يهودي، امم. يتزوج بغير بغير يهودية. يهوديه، اه يعني لو يعني. انا عايز اخش الديانة اليهودية، تخيل ان انا مثلا احمد ضاحي، انا راجل مسلم عايز ابقى يهودي، تمام. فانا هتجوز واحدة يهودية، فانتقلت للديانه كده. هخلف منها عيال يهود، فرضا طلقتها، امم. انا اطلع من اليهودية وارجع مسلم تاني وولادي يفضلوا يهود. الله، ازاي الكلام ده؟ لأن اليهودي لا يصبح يهوديا امم. إلا لو فيه دم يعقوب. امم. امم. شريطة إنك تولد يهودي أو تصبح يهودي إنك تحمل دم يعقوب. فأنت لما هتتجوز واحدة يهودية، امم. عيالك هيبقوا عيالك، يهود اه. عادي لأن فيهم دم يعقوب من أمهم. مفهوم طبعا، اه. أو برضه لو واحدة مسيحية اتجوزت واحد يهودي وحابة تخش الدين عادي، لكن لو طلقها تخرج من الملة. يعني الطلقة دي هتطلعها من الملة خالص. طب هم عندهم طلاق زينا يعني؟ عندهم طلاق وعندهم تعدد، امم. تمام جدا. بس اليهود ما بيفضلوش التعدد يعني. اكيد، اه. تمام. وضحت الصورة يا صديقي. عندك اي اضافة تانية؟ انت يا باشا عندك اي اسئلة تانية؟ انا مبسوط جدا بلقائك يا صديقي. اتمنى ان احنا نكرر هذه التجربة ان شاء الله، ان شاء الله. ونتكلم في الاحداث اللي حاصلة حوالينا يعني في مرات قادمة ان شاء الله. ان شاء الله يا صديقي، عن قريب جدا. انا بس كنت حابب افهم النقطتين دولت وافهم الناس برضو، لان انا حسيت ان في تشتت في قلب في قلب السوشيال ميديا وفي قلب المجتمع كله يعني. الكلام كان عليه كتير، فقلت اخد مقتطفة منك كده ونفهم الاحداث ماشية ازاي، ولعله خير يا صديقي. بإذن المولى سبحانه وتعالى، واتمنى ان اللقاء يتكرر. ان شاء الرحمن يا حبيبي، ان شاء الرحمن. شكرا على وجودك معانا يا ماشي. صديقي، وليلتك زي الورد. الشكر ليك موصول يا باشا. حبيبي يا صديقي، ليلتك زي الورد. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اتمنى تكونوا استفدتوا يا جماعة من الحلقة ديت، واتمنى تكون عجبتكم. سلام.